السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تورتيتين. تورتايه مقاس 24 هتبقى عبارة عن طبقتين، وتورتايه هتبقى عبارة عن مقاس 22. تمام. حطيت هنا 3 بيضات، وحطيت معلقة محسن وتلت كوباية مية. تمام. وضربتهم مع بعض كده ورشة فانيليا، وضربتهم مع بعض، وحطيت هنا 300 جرام دقيق سبونج، وهضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط يعلى كده ويبقى حلو زي ما انتم شايفين كده، يبقى فيه لمعة كده. تمام. ضربتهم بقى لحد ما القوام بقى تقيل كده وعالي. هبدأ احطه في صينية عندي مقاس 22. احطهم كده في الصينية. زي ما انتم شايفين هسوي بقى الخليط وادخله مع درجة حرارة 180. في نفس البولة بقى هنحط هنا نص كوباية مية ناقصة حاجة بسيطة، وحطيت 3 بيضات، وهحط معلقة محسن كده صغيرة زي ما انتم شايفين، وهحط رشة فانيليا، وهضرب الخليط ده مع بعضه كده لحد ما يعلى خالص معايا ويبقى هش كده زي ما انتم شايفين. بعد كده احط عليهم 350 جرام دقيق سبونج شوكولاتة، ولو هتعملها فانيليا هتعملها نفس المقادير بالظبط، هتحط برضو 350 جرام دقيق سبونج فانيليا، هيطلع معاك ارتفاعهم حلو. وممكن على فكرة المقدار ده ممكن تحطوه مثلا في 26، بتهيألي ممكن برضو يمشي. انا ما جربتش الصراحة، بس انا جربتها قلت يعني بالنظر كده خلاها في مقاس 24. التورتيه ديت هي صاحبتها والله هي اللي طلبت ان هي عايزاها بسعر معين يعني، ويكون ارتفاعها طبقتين 2. مش مهم عندها ان هي تبقى عالية، المهم ان هي تبقى كبيرة تقطع خرط اكتر، بس ده اللي هي عايزاه. فبصراحة انا كنت ناوية ان انا اعمل التورتيه اللي هي طبقتين ديت، لان في ناس بتبقى عايزة الحاجة تقطع اكتر ويكون تمنها معقول. تمام. يعني في ناس بتحب كده، فانا هي جت لي بقى زي ما تقولوا جت صدفة يعني، ان هي عايزاها نفس اللي انا كنت ناوية ان انا اعملها. انا كنت ناوية ان انا اعملها على طول يعني. تمام. فالمهم هنا بقى بدأت اضرب الكريمة زي ما انتم شايفين. حطيت كوباية ونص، كوباية ونص، وهحط كوبايتين كريمة زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايتين كريمة وتلات 4 كوبايات مية. واحد، لا 3 كوبايات مية، يعني كوباية ونص كوباية ونص، يبقوا 3 كوبايات مية. حطيت هنا معلقتين باستر كريم، واحط معلقة لبن بودرة كبيرة كده مليانة. لو هتحط بمعلقة صغيرة حط معلقتين لبن بودرة. تمام. هبدأ هنا كده اضرب المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده لحد ما القوام يعلى ويبقى كويس. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ده الاسبونج. طبعا دخلته على درجة حرارة 180 الرف الاوسط، ولما طلع طلع بالشكل ده. لو الفرن بتاعك درجة حرارته عالية ممكن توطي درجة الحرارة وتسيبيها براحتها. تمام. هنا بقى هعمل منشار كده على تحت ال9 على طول، تحت ال9، فهتطلع لي 4 طبقات حلوين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اخر طبقتين بقى هظبط المنشار على رقم 9 وهقطعهم كده. تمام. ديت عالية شوية بس رجعت قلت مش مشكلة. عالية من جنب كده ونازلة من جنب، حاجة بسيطة يعني مش باينة، بس دي غلطة منشار يعني، غلطتي وانا بظبط المنشار. فناخد بالنا واحنا بنساوي المنشار من جنبين. تمام. ناخد بالنا جدا لان هيطلع لك التورتيه مايل على جنب.
هو ممكن نصلحها يعني ممكن نصلحها بالكريمة، وممكن كمان نصلحها عن طريق ان احنا نزود في المكان اللي هو نازل لتحت ده، آه نزود فيه كريمة اكتر، يعني فاهمين قصدي؟ يعني نزود في الجنب اللي هو مايل ده، نزود فيه الكريمة اكتر من الجنب اللي هو التاني. تمام، يعني كل حاجة ولها علاجها يعني. تمام، ببدأ كده احط الكريمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا الكريمة طعمها حلو لان انا مطعماها باستري كريم، ومطعماها كمان بلبن بودرة. الباستري كريم واللبن بودرة ده حاجة اضافية، لو مش عايزة تحطيهم مفيش اي مشكلة خالص، شيليهم، مفيش مشكلة، يعني هم بس للطعم. يعني ممكن تضربي كريمة ومية وسكر وخلاص. وطبعا انا نسيت اقول لكم مقادير السكر، انا حطيت للكوبايتين كريمة 4 معالق سكر. تمام، يعني لكل كوباية معلقتين سكر. تمام، ببدأ اسوي طبعا زي ما انتم شايفين كده، بخلي ايديا خفيفة عشان ما تاخدش من الاسبونج، تطلعه على الكريمة. تمام، لو اول مرة تعملي تورتة، ممكن تحط الكريمة في كيس تلاجة وتبدأي توزعي، او كيس من بتاع الحلواني، لو ما عندكيش يعني كيس تلاجة. مفيش حاجة يا جماعة اسمها ملهاش بديل، كل حاجة ولها بديل. يعني ال الأداة اللي أنا شغالة بقى دي ممكن مسطرة، عادي، ممكن أي يعني ورق باكيوم، ممكن ورق باكيوم تبدأي توزعي بها الكريمة، مفيش أي مشكلة، يعني تسوي بقى الكريمة. ورقة الباكيوم كويسة جدا على فكرة، مش وحشة. آم، على حسب انتي اتعودتي تعملي بايه، او لو اول مرة جربي انك انت تعملي مثلا بورق باكيوم، شوفي ايدك هتبقى خفيفة فيه وهتعرفي تشتغلي بيه ولا لا. طبعا اي حاجة بتبان كده ببدأ اداريها زي ما انتوا شايفين. ومجموعة السكرابر ديت يعني بتهيألي مش غالية ولا حاجة، يعني كنت شارياها من زمان قوي، كنت شارياها تقريبا ب20 جنيه او 25 جنيه، الله اعلم دلوقتي بقت بكام، ممكن هتلاقيها اغلى من كده بكتير، مش عارفة والله، لان طبعا الاسعار تفاوتت قوي في كل حاجة عامة، فما عدناش يعني عارفين الحاجة ممكن تكون غيرت بقد ايه. المهم انا بسواها كويس زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت بعمل التورتيه دي، كنت بعملها ب350 جرام دي سبونج فانيليا، بس بصراحة قلت اجرب كده 300 جرام هشوف هتطلع يعني عالية حلوة يعني ولا لأ. بصراحة طلعت جميلة جدا، المقاس بتاعها زي ما قلت لكم مقاس 22. طبعا الجناش انا عملته معاكم كتير قبل كده. آه، زي ما انتم شايفين كده انا بدأت احطه. ده الجيلو. انا بصراحة كنت رايحة الفها كلها جيلو شوكولاتة بتاع آه، المهم هنا جيلو مانجا زي ما انتم شايفين كده. بدأت ان انا اعمل بيض ربات، هو هينزل لوحده، ما تحاولوش تنزلوه قوي لتحت، لان هو لما يفك كده شوية مع نفسه كده هتلاقيه نزل، فانا عاملاه كده لفوق عشان هو هينزل. تمام، هنا بقى بدأت اشوف انا هعمل الشكل ايه. انا بصراحة ما كانش فيه شكل معين في دماغي، آم، فقررت ان انا اعملها كده زي حرف الاكس كده، وهبدأ ان انا احط الجناش كده واوزعه. وزعته كده. الجناش لازم يكون دافي يا جماعة لان هو بيمسك بسرعة، وكل الوقت ده هنمسحه تاني، مفيش اي مشكلة. حطيت هنا جيلو مانجا، وهبدأ برضو اوزعه زي ما انتوا شايفين كده. الايام دي الشغل نايم عشان بقى في امتحانات والناس يعني آم، ملبوخين شويتين يعني. المهم بدأت اعمل روزيتات كده من تحت، واخد من الكريمة كده واعمل روزيتات من تحت كده. تمام، هنا بقى هنشوف هنعمل ايه. هنا حطيت كريسبي كده، اي شغل عندك بقى حط منه. انا والله لحد النهارده لسه ما سافرت، يعني من اخر حاجات انا جبتها معاكم ما سافرتش. آم،
تهيألي اخر حاجة انا مصورتهاش معاكم اللي هو الاسبونشات والعلب. ما صورتهاش معاكم بس قلتلكوا الاسعار، يعني قلتلكوا في فيديو فات الاسعار. اللي قبل اللي فات ده قلتلكوا الاسعار. هنا حطيت كده دي بسكوتة كده قطعتها وكده خلاص التورتيه دي خلصت. هنخش على التورتيه اللي هي اول مرة اعملها بصراحة. لولا ما هي طلبت مني انا مش عارفة. انا كنت بفكر ان انا اعملها بصراحة وانزلها على الجروب واشوف رد الناس هيكون ايه. بس هي جت لي هي الحمد لله، يعني واحدة طلبتها منها لنفسها والله، انا ما عرضتش عليها ولا حاجة. هي قالت لي انا عايزة تورتاية حتى لو هتعملها لي طبقتين بس. ادتني سعر معين، قالت لي بنفس السعر ده ما تزوديش عن كده. قلت لها خلاص تمام. تمام. المهم هحط هنا بقى ايه كريمة كده شوية حلوين يعني. وهحط الطبقة التانية زي ما انتم شايفين كده، هي عبارة عن طبقتين اتنين. وبدأت كده اشيل القاع لان ما كنتش شيلته. بس هو يعني حاولوا تشيلوه قبل ما تحطوا الكريمة وكده عشان الفتافيت اللي ممكن تنزل وكده يعني. المهم اني شيلته كده. انا بصراحة كنت ناوي ان انا مش عارفة، كنت ناوي ان انا اسيبه ورجعت قلت لا لا اشيله احسن. سقيتها برضو حاجة بسيطة كده. ده قطع كده سبونج فانيليا لان طبعا ضربة ده ورا ده. بدأت بقى اظبط الشكل من فوق زي ما انتم شايفين. اوزع الكريمة بقى زي ما انتم شايفين كده. ببدأ اظبط الجوانب. هي بصراحة لقيت ارتفاعها حلو. وعلى فكرة بتهيألي لو في مقاس اكبر من ده مش هتبقى نفس الارتفاع ده. الارتفاع ده كويس يعني. بلاش يعني تبقى ارتفاعها مفيش خالص يعني. بتهيألي الارتفاع ده كويس. هبدأ كده اشنشر الجنوب زي ما انتم شايفين كده. بوزع الكريمة تاني لان حسيت الجنوب مفلباش كريمة كفاية. فبدأت ان انا اوزع الكريمة زي ما انتم شايفين كده وامشي عليها تاني. زي ما قلتلكوا لازم نمشي مرة واتنين وتلاتة على حسب شكل التورتاية اتظبط معاكي ولا لسه. لو لسه حطي كريمة تاني واشتغلي تاني. اهم حاجة النتيجة في الاخر تبقى راضياكي وفي نفس الوقت ترضي العميل. تمام. لان دايما الناس بتبص للشكل اهم من اي حاجة. تمام. وطبعا لما بننزل تورتيه شكلها حلو وعاجبه الناس وسعرها حلو الناس طبعا بيبقى عليها الطلب. فاهمين قصدي. بدأت كده بالجناش امشي عليها كده زي ما انتوا شايفين. انا كنت بفكر اعملها كلها جناش ورجعت قلت لا خليها ايه كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اعمل شكل كده زي ما انتوا شايفين روزيتات كده على النص ده. مش عارفة في اللحظة دي انا حسيت ان هي شبه العرض اللي كنت عاملاه قبل كده. المهم هنا حطيت صوص كراميل كده اللي هو صوص كراميل اللي هو الكراميل اللي هو من شركة المتحدة ده. هو لما بيخش التلاجة بيبقى مكتل كده شوية. هبدأ اشوف بقى هعمل ايه. حطيت هنا شوية كريسبي كده بني. طبعا التورتيه ديت انا عارفة ان هي اقتصادية آم، بس يعني شوية الكريسبي دول ما يعتبروش بحاجة يعني. حطيت هنا كريسبي ابيض
مع ان والله شوية صغيرين كده ب5 جنيه من الكريسبات ديت. الكريسب الصغير ده اللي رخيص شوية، مش رخيص، بيبقى شوية صغيرين منه بس بيرمي كتير يعني. هنا القطعتين بقى بتوع الشوكولاته دول كانوا فايضين من التورتيه اللي قبلها حطيتهم، وهحط بقى شويه كريسب كده على الروزيتات كده، وهعمل روزيتات من تحت زي ما انتم شايفين كده، الفها كلها. كتبت بقى المطلوب مني وحطيت هنا قلب كده زي ما انتم شايفين، وهنا هحط فراشه كده يعني منها تدي شكل للتورتايه. انا بصراحه ما بحبش اطلع التورته غير لما تكون واخده حقها يعني. تمام، حطيت نجمة كده، طبعا هو الوان كتير بس انا بنقي الالوان اللي انا عايزاها يعني. حطيت واحدة حمرا وواحدة لبني كده او زرقاء، يعني زي ما تسموها لبني زرقاء اي حاجة. هنا حسيت ان قلبي غرز جوه قوي، خدته مسحته ورجعت حطيته زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص شكل التورتيه خلص. هنشوف بقى التورتيتين مع بعض. دي التورتيه الاولانيه اللي احنا عملناها مع بعض، ودي التورتيه التانية. حجمها بجد عجبني، ارتفاعها حلو وجميلة. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك. وسعر التورتايه اللي هي طبقتين ديت طلعتها ب130، والتانية برضو ب130. يا رب الفيديو يعجبكم، مع السلامة.